بعد ما جمهور الزمالك اتقمص بسبب نكشة البالونة، الإيجابية ادي الحلاوة ادي. إمام قرر ينكش نجمهم الأول ويقلد احتفال زيزو، والدور الجاي على شيكابالا بس خايف من رد فعله. وشال ازازه ميه كده وبدا يحدفها على الدكه، وده بقى اللي خلى يعني امام عاشور اللي كان قاعد هو كمان على دكه البدلاء كده اتخض. سجل هاتريك وقالها بالفم المليان: أنا نجم مصر الأول، وحصرهم على 65 مليون اللي اتلموا تبرعات. وزيزو برضو مش راضي بيهم، أخرس لسان رضا عبد العال بعد ما قال عنه فلس كرويا وبياكل بعقل جمهور الأهلي حلاوة. فلس فني. وحسام حسن في موقف حرج: إمام عاشور يحرق ولا يبالي. بعد ما السكاكين كترت عليه بسبب احتفال البالونة، وحازم إمام قال: أنا مش زعلان منه، أنا زعلان عليه، بيحط نفسه تحت ضغط ملوش داعي، وخسر نص جمهور الكورة في مصر بسبب حركاته الصبيانية. ورضا عبد العال علق له المشنقة وقال: إمام فلس كرويا وما حلتوش غير الحركتين دول اللي بيضحك بيهم على جمهور الأهلي. وحتى شقيق العمري فاروق نائب رئيس الأهلي الراحل وبخه وطالب برحيله انتصارا لمبادئ الأهلي. والخطيب ومحمد رمضان كانوا بيدرسوا بالفعل تطبيق عقوبة رادعة تجبره يركز في الملعب. إمام ضرب كرسي في الكلوب وسجل هاتريك في ماتش صعب في شباك استاد أبيجان، وبعد الجول الأول خد الكرة وجري على نص الملعب. ولسه بنقول الواد عاقل وتعلم الدرس، لقيناه بيحتفل بالهدف التاني والتالت باستعراض عضلاته على طريقة أحمد سيد زيزو الشهيرة. والاحتفال ده متفق عليه مع محمود كهربا حسب مراسلنا في التاتش عشان يقصقص لسان كل المنتقدين، وأولهم جارديولا الكرة المصرية اللي كل ما يقول على لعيب شطب يقوم مديهاله في مقتل، زي عمر مرموش اللي قالك ما يصلحش مهاجم منتخب مصر. ودلوقتي مانشستر سيتي بقيادة جارديولا الحقيقي بيحاول باستماتة الحصول على توقيعه. نرجع لاحتفال إمام على طريقة الفتوة اللي بيضرب أجدع واحد في الحارة، وكأنه بيقول لجمهور الزمالك: نجمكم الأول هو البالونة. في الوقت اللي أحمد سيد زيزو لسه مضيع ركلة جزاء قصاد أسمنت أبو قير وجاب جول بالغلط بعد ما خبطت في المدافع، وضاعت منه جايزة أفضل لاعب في إفريقيا لحساب حارس مرمى سان داونز. وفي ظل تمرده على إدارة الزمالك اللي حطوا له 65 مليون جنيه تبرعات على الترابيزة لموها تبرعات لإغراءه للتجديد، قام والده ضحك على الإدارة وقال لهم: تمام، دي المستحقات المتأخرة، فين بقى مقدم العقد الجديد؟ كل ده في ظل تأخر رواتب العمال والموظفين وباقي لاعبي فريق الكورة والألعاب الأخرى من 3 شهور. وكأن الزمالك فعلا بإرادته وجمهوره عمالين ينفخوا في بالونة هتفرقع في وشهم. ومش بعيد توصل النادي لحافة الإفلاس بعد إتمام التعاقد. وبعيدا عن بلالين الزمالك، فإمام عاشور بعت رسالة بعلم الوصول لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، واللي أسقط إمام من حساباته بحجة ادعائه الإصابة، واللي قال لطارق سليمان مدربه المعاون: إمام مش هيشمها طول ما أنا موجود. لكن يبدو إن العميد هيتقمص شخصية الريس حنفي ويقول: كلمتي تنزل المرة دي، وإلا هيواجه مدفع جمهور الأهلي والمحللين اللي هيطالبوا بقوة ضم إمام اللي ملوش بديل في مركزه إلا ناصر ماهر المصاب والغائب عن فريقه الزمالك. وبكده إمام يكون ضرب 3 عصافير بحجر واحد: زيزو ورضا عبد العال وحسام حسن، ويظهر كده الدور على شيكابالا. بس يا ترى هيعملها ازاي، خاصة انه صرح كذا مرة انه بيخاف من عصبية الاباتشي. كده كده شيكابالا طيب، بس هو عصبي شويه.